تعالوا النهارده نعمل شاورما كده زي اللي بتاكلوها في المحليات. بصوا بقى يا حبايبي، تتبيله سهله وبسيطه كده. معلقه زيت عليها معلقتين من الخل، كده ماشيين مع بعض خطوه خطوه، وملح وفلفل اسود. خلاص كده بقى نضيف بقى المكونات بتاعتنا. عباره عن ايه؟ معلقه كزبره، ومعلقه صويا صوص غامق، ومعلقه كمان يا ستي نعناع مفرومه. هي دي السر بتاعت المحلات اللي بتاكليها بره. ونص معلقه من السكر، وتوم بودر، وبصل بودر، ومعلقه فابريكا، ومعلقه قرفه صغيره، وورقتين من اللورة زي ما انتوا شايفين كده. ده كده معايا 3 حبايات طماطم، ده القلب بتاعها، فحطيناه كده على الايه، على التتبيله. وقلبي زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. خلاص يلا بينا بقى نقول هنعمل ايه تاني مع بعض. لو وصلتوا لغايه هنا ما تنسوش تيتا لايك ومتابعه عشان يوصلكوا كل جديد. بصوا بقى يا حبايبي، معايا نص كيلو من الشاورما. هحطهم كده واروح مقلباهم زي ما انتوا شايفين عشان ايه، التتبيله تخش في كل الشاورما. بصوا هي التتبيله بتاعتي ما خدتش نص ساعه، تبلتها واشتغلت على طول. خلاص يلا بينا بعد كده اقول لكم هنعمل ايه. تبلتها كويس كده واركنها بقى في التلاجة، وتعالوا اقول لكم بقى بعد نص ساعه او ساعه تعالي بقى ايه نعملها. عايزه اقول لك نص معلقه السكر اللي انت حطيتيها هي اللي هتساعد معاكي الشاورما تكون مستويه وتبقى دايبه معاكم. بصوا بقى يا حبايبي، ماشيين مع بعض اهو خطوه خطوه. المكونات اللي موجوده معايا: بصلتين كده مقطعاهم جوانح، وطبعا الايه الطماطم كده شايلين منها القلب ومقطعينها برضو جوانح. ومعانا بقى ايه، معلقتين من الطحينه هنحط عليهم معلقه ميه سخنه، وتوم بودر وايه، ومعلقه ملح. وهنزل عليهم بمعلقه خل كبيره وادوبهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده. اشيل بس الشوكه واروح مقلباهم كده باي مضرب زي ما انتوا شايفين. وعندي بقى كده كمان علبه زبادي نضيفها كده. عملنا صوص حلو بالطحينه والزبادي عشان ناكل بيه بقى ايه، احلى شاورما. بعد ما قلبتها كده احط سنه زيت، واروح برضو مقلباها كده وسايباها على جنب. ويلا بينا بقى بعد ما الشاورما كده خدت معانا نص ساعه، تعالوا بقى نحط ايه، طاسه حلوه كده على النار تكون واسعه معانا. ومعايا قطعه من اللي هي الضاني، حطيتها زي ما هي كده مع معلقه زيت، واسيب بقى الصينيه بتاعتي دي تسخن. عايزه اقول لك ما تقطعيش اللي هي، لو قطعت اللي هي كانك بتعملي سمين. هي اللي هي تطعم معاكي كده، وفي الاخر هنشيلها. هننزل تدريجيا زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده، ننزل الشاورما ونسيبها بقى ايه تتشوح خالص. عايزه اقول لك كمان مديه طعم اللي هي الضاني دي، مديه طعم حلو قوي للشاورما. خلاص يلا بينا بقى. انا مجهزه بقى ايه شويه توابل، قلت لكم انا مجهزه شويه خضار قلت لكم عليها. هنزل بس بشويه فلفل اسود، ولو احتاجت سنه ملح هحط. عايزه اقول لكم الروايح واصله من دلوقتي. كنت عملت كده شويه رز اصفر عشان بقى اللي حابب ياكلها بالعيش او حابب ياكلها بالرز الاصفر. انا اختبرت اللحمه لقيتها استوت معايا زي ما انتم شايفين. نزلت عليها بالبصل تاخد كده تشويحتين، احنا عايزين برضو البصل بتاعنا يقرش معانا. خلاص قلبت كده البصل بتاعي، وانزل عليهم بقى ايه بالصوص الحلو اللي احنا عملناه، الطحينه بالزبادي معلقه كده، واروح نازله عليهم بالطماطم تشويحه كده بسيطه، واقفل بقى عليها النار، وشويه كزبره خضراء، وقلبي بقى يا ست الكل. ويلا بينا بقى، عندك كايزر، عندك عيش، عندك شويه رز هناكل بيهم الشاورما. يلا بينا بقى يا حبايبي. عندي بقى العيش ده اللي هو الايه الصاج، جبته كده زي ما انتوا شايفين هو رقيق. انا هحاول كده ايه اضمهم زي ما انتوا شايفين بالشكل ده، طبعا الصوره باينه. واعمل بقى احلى ايه سندوتش، حابه يبقى صغير كده، حابه تفرديه شويه يبقى سندوتش طويل شويه، مش مشكله. زي ما انت حابه، شكلين اهو موجودين قدامك. وكده بقى ايه، غرفت شويه رز وحطيت عليهم شويه شاورما. وجبت بقى ايه الجريل بتاعك، اي صينيه فيها نقطه زيت، وشوحي كده واقلبي على طول. ما تخليهاش تشعوط منك كده او تتحرق منك. اتحرق مني كده 2 اتلسعوا عقبال لما غرفت شويه الرز. يلا بينا بقى يا حبايبي، ايه رايكم في وصفه الشاورما دي؟ عايزه اقول لكم تحفه تحفه، زي المحل الشهير اللي بناكل فيه بره الشاورما، والله ما فرقت عنها حاجه. عايزه اقول لكم حلوه كده. يلا بقى نزوقها بشويه كزبره خضراء، وتعالوا بينا بقى نشوفها من جوه عامله ايه. يلا بينا، بس لسه سخنه. بصوا طعمه طعمه طعمه. اللي يجرب الوصفه ما ينساش يكتب لي في التعليقات ويقول لي ايه رايكم في طعمها. وكده بقى انا خلصت وصفتي مع شويه الصوص الحلوين اللي احنا عملناهم. وكده بقى اشوفكم على خير، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.